عشان كده اعملها لي في اول وبقيت هيلث الكاميرا وبيوتي كده. كوتش وكمان اعلاميه. عايزه اقول لكم ان ماشي، التغيير عشان مش اخدها لازم من اول ابدا يكون الريل صعب، كده. حلو، بس لازم يكون من جواك. بس احنا عايزين الريل اللي يبقى معايا بقى أنا دكتور دكتور محمد مي فيه. مجدي ما هو الريل انت وبرنامج هتقولي لي بيوتي التايم تشينج بتاعه الان الموسم والاوت الثاني. بتاعه، هتقولي كل لي ده حلقه افضل وقت. هنتكلم عن الصحه، خد الجمال، وقت يكون معايا فيه دكتور محمد مش عن لوحدي. الأكل اللي اوكي، بيغذي هقول لك الجسم بس والكلام اللي بيغذي الروح، عن الريل القرارات بيبقى عباره عن الصغيره ايه؟ اللي انت اللي ممكن بتبقى تغير عارفه حياتنا الكونتنت كلنا. لا خد اي لقطه لذيذه انا ودكتور محمد بس كده، انا موافقه لاي حاجه. فيزا تشينج مع دكتور مي مجدي كل يوم 3 الساعة 12 الا ربع الصبح على تسعينات اف ام. ركزي في الكاميرا. يا صباح الجمال والصحة، الحمد لله الساعة لسه 12 الا ربع، يعني لسه اقدر اقول صباح الخير. ما هو اصلا من اول الساعة 12 بنقول مساء الخير، وانا بحب اكون برنامج صباحي عشان اصبح عليكم نبدأ اليوم صح. عايزة اقول لكم ان النهاردة يوم الثلاث 26 اغسطس 2025، الحلقة الأولى من السيزون الثاني من بي ذا تشينج. بي ذا تشينج برنامج مقرب جدا لقلبي بشكل مش ممكن تتخيلوه. يمكن أنا عملت في راديو تسعينات قبل كده برنامج كلمات وصل لسيزون 8، عملت برامج كتير في التلفزيون، بس بي ذا تشينج ده يعني ماي بيبي. ليه بقى؟ أولا أعرفكم بنفسي، أنا دكتور مي مجدي، هيلث وبيوتي كوتش وإعلامية. هيلث وبيوتي كوتش هتعرفوها بالمعنى المفصل مع الحلقات وهي شغالة معانا. طيب ليه بحب بي ذا تشينج؟ اولا انا في العياده بقابل كلاينتس بيبقوا عايزين يغيروا في حياتهم يعني يبقوا اجمل ويبقى حياتهم صحيه اكتر، وسميت التحدي اللي بشتغله معاهم بي ذا تشينج هو كمان. ليه؟ التغيير هو اساس كل حاجه حلوه في حياتنا، هو اساس ان احنا ممكن نبقى فعلا خدنا فرصه ان احنا نبص لحياتنا بزاويه مختلفه. والتغيير عمره ما كان زرار اون واوف، التغيير عبارة عن خطوات وعادات كتير بتتغير في حياتنا. تغيير صغير، خطوات صغيرة، بنوصل لان احنا حققنا حياة متكاملة صحية. والعلماء قالوا ان تغيير العادة بيحتاج تقريبا من 21 يوم ل 66 يوم. والأحسن الدراسات أثبتت إن تغيير العادة للعادة الأحسن إنه بنشيل العادة السيئة أو الغلط وندخل عادة صحية قدامها. يعني كمثال، لو بنشرب صودا يوميا مرتين وثلاثة وعشرة في اليوم، الأول بنبدأ بالتقليل، بعد كده بنبدأ بإن احنا نستبدلها ببدايل صحية. يعني كوباية ليمون مثلا، أو كوباية مية بتلج كده عليها سلايس ليمون وورقة نعناع. لما تعودوا نفسكم على عادات مختلفة هتبدأوا بالتدريج العادات اللي مش حلوة تبدأ تطلع من حياتنا. طب يا ترى all or none؟ دي أكتر حاجة أنا بحاربها في برنامجي، هي فكرة إنه ما ينفعش أبدا إن إحنا نقول يا حياة صحية كاملة يا إما لأ. الفكرة إن ممكن تكون حياة كويسة، وممكن كمان إنها تكون فكرة إنه حياة فيها حاجات بتتغير بالتدريج. طيب تعالوا نتكلم في ايه هي مراحل التغيير. بس قبل ما نروح لمراحل التغيير خليني اروح لأغنية كده، فاصل سريع جدا وهرجع اكمل كلام معاكم.